كابتن عبد الحميد بسيوني، كيف ترى تقدم النادي الاهلي واين هو طلائع الجيش؟ هات لي المشهد لما وقفنا على المشهد ده يا كابتن. حاضر. اللي هو الهدف ياسر هات الجون الاول قبل بدايه الهدف. وقف الصوره على طلائع الجيش، على لعيبه طلائع الجيش. انت عايز تجيب الوقفه؟ عايز اجيب الوقفه. لا كل ده لا امشي عادي. واول ما تروح هناك لمحمد شريف، شوف يعني بص اقف. لو رجعنا يا كابتن، لو رجعت تاني فتحت ايوه اقف هنا هي دي. هل انت شايف اي نوع يا كابتن ضياء من انواع التنظيم؟ لا خالص، مفيش تنظيم خالص. ده طلائع الجيش طول الموضوع. الراجل من بدايه اللقاء لنهايه الشوط الاولاني، وهو ده شكل طلائع الجيش. المدافع اللي هناك اللي سايب الراجل من وراه كده وبيبص للكوره ده، انت شوف عد لعيبه الاهلي يا ماركو، ادي 2 4 ولو قلنا هناك الاخير كمان 5، انما هم المفروض 4. 4 في وسط كام يا كابتن؟ ادي 2 4 6 7 لعيبه كاملين من طلائع الجيش. يعني بس هل انت شايف ده تنظيم؟ لا مفيش اي يعني انت عايز تقول ان في عدد بس مفيش وقفه؟ لا فوضى. عايز اقول يا كابتن ان مفيش تنظيم طوال اللقاء، بدليل عشان كده دايما العدد الاقل في الهدفين جابوا اهداف. حتى الكره اللي رجعت من الحارس اللي راح وكمل وجابها جون مروان. كل ده يثبت لك قد ايه ان في لعيبه الجيش ما فيهوش تنظيم زي ما قال الكابتن ضياء. ده يتحمله مدير فني. فين تنظيمك جوه الماء؟ فين الرباعي اللي بيبقى مرصوص جوه؟ فين الرقابه؟ فين الخماسي اللي كنا بنقول عليه في وسط الملعب؟ هنشوف كل الكلام ده في الشوط الثاني. يا ترى هيعمل ايه المدرب والمدير الفني لطلائع الجيش؟ طبعا بسام منهار بيقول لهم هو في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ وايه البواخه دي؟ لو عايز يقول كمان يعني. طيب خلينا نروح سريعا مع